فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه إليوت، وده شاب فاشل في حياته وطيب زيادة عن اللزوم وملوش لازمة في شغله، ما عندوش علاقات اجتماعية ومفيش حد بياخده على محمل الجد. إليوت عارف الكلام ده، لكن هو شخصيته كده طيب وبيحب الناس. لكن للأسف في وقتنا الحالي محدش بيرتبط بحد على نياته بزيادة. في الليلة دي راح بار وشاف أصحابه هناك اللي محدش فيهم قال له تعالى أصلا. بيحاولوا يستخبوا منه لكنه بيعمل عبيط ومش شايف حركاتهم وبيروح ينضم ليهم. بعد شوية حضرت إليسون ودي حب حياته. إليوت بيفاجئهم إنه يعرف عنها حاجات كتير، وهنا بيضغطوا عليه ويخلوه يروح يتكلم معاها. إليوت بيقدم نفسه لأليسون بطريقة عبيطة شوية، وبيقول لها إنهم بقالهم 4 سنين شغالين مع بعض. شكله بقى وحش قوي لما أليسون ما عرفتوش، وبتعتذر له بشياكة وتمشي. إليوت بيقول في نفسه إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان يخليها تحبه. في الوقت ده بتتدحرج كرة بلياردو لحد عنده. أول ما جابها شاف واحدة لابسة أحمر وبتناديه، بتقول له إنها سمعت أمنيته، وبعدها دخلت كور البلياردو في ضربة واحدة. خدته بره المكان عشان تفهمه الوضع على انفراد، وإليوت متوتر ومش فاهم أي حاجة. وزاد توتره لما بتقوله إنها عندها قوة خارقة، وزاد أكتر لما بتقوله إنها الشيطان. إليوت ما صدقش الكلام ده وكان عايز يمشي. وهو ماشي اتصدم لما شافها قدامه تاني، لكن المرة دي لابسة بدلة جلد حمراء وبترمي مشروبها تولع بيه العربية. الشيطانة ماشية معاه وبتقلب عليه المواجع إنه وحيد في شقته ومفيش حد بيحبه، وبيفضل يبكي كل ليلة قبل ما ينام. بتحاول تأثر عليه وبتتحدى إنها تقدر تنفذ له أي أمنية هو عايزها. إليوت بيطلب وجبة بيج ماك كبيرة. الشيطانة بتحقق له أمنيته وبتاخده على ماكدونالدز، وخلته يدفع ثمن الوجبة كمان. حركات الشياطين. لما إليوت بدأ يتضايق منها خدته لفة في عربيتها الرياضية الجامدة جدا دي. خدته وراحوا على حفلة والناس كلها بتحييهم وبيصوروهم. لما دخلوا كله عايز يتصور معاه والبنات كلها بتعاكسه وعايزاه. خدته مكتبها وهنا بتوريه نسختها الشيطاني وبتقعد تتكلم معاه شوية، وبعدها بتديله نسخة من الاتفاق، وهو عبارة عن انها تحقق له 7 أمنيات مقابل انه يسلمها روحه في النهاية. إليوت متردد من الوضع ده، لكن هنا الشيطانة بتعرض له مشهد ليه هو وأليسون حبيبته مع بعض على الشاطئ وبتغريه. خد الشجاعة لأنه بيتمنى انه أليسون تحبه، وبعدها مضى على الاتفاق من غير ما يقرا كل البنود. الشيطانة بتديله جهاز صغير وبتقول له دوس على 3 ستات لو في أي حاجة حصلت معاك. ونبدأ مع أول أمنية لإليوت، وبيتمنى إنه يكون غني وقوي ومتجوز هو وأليسون عشان يصحى بعدها ويلاقي نفسه على سرير مع أليسون، وبيفرح جدا. بينزل الدور اللي تحت بيلاقي نفسه بيتكلم أسباني. فرح أكتر، خرج بيتمشى في حديقة البيت وهو مبسوط لحد ما بيشوف أليسون مع مدرس اللغة الإنجليزية راؤول، واخدين على بعض على الآخر. إليوت من عصبيته بيقطع شنبه في إيده. رجالته بتقول له ما تعصبش نفسك يا راجل، ده هم على كده من فترة كبيرة. إليوت راح لأليسون وبيصرخ في وشها. هنا بيتفاجئ إنها بتكرهه ومش بتحبه وبتصرخ في وشه. وفي اللحظة دي كمان دخل واحد من رجالته وبيقول له إنهم عايزينه ضروري في مشكلة في المصنع. بينزل معاهم ومذهول من الجيش اللي عنده، وبيوصل للمصنع عشان يتفاجئ إنه تاجر مخدرات كولومبي قد الدنيا. وفي اللحظة دي كمان أعلن راؤول إنه استولى على كل حاجة، حتى إنه اشترى رجالته وبقوا معاه. بيحاولوا يقتلوه ويضربوا عليه النار، لكن قدر يهرب واتعلق في الطيارة. قال كده الدنيا باظت. بيطلع الجهاز عشان يستخدمه لكن وقع منه. طار وراه بسرعة وبيطلب 3 ستات. بيلاقي نفسه وقع على العربية والشيطانة مستنياه وبتديله مخالفة. الشيطانة هنا بتلوم عليه وبتقول له انت عمرك ما قلت لأليسون انك بتحبها او تخليها تحبك. وعشان هما ما يعرفوش شخصية الراجل اللي أليسون بتحبها، الشيطانة عرضت عليه يروحوا غرفة أليسون عشان يعرفوا حاجات كتير عنها. وقبل ما يمشوا الشيطانة رجعت كل إشارات المرور وعملت حوادث في الإشارة. وصلوا لغرفة أليسون والشيطانة بتمسك يومياتها وبتقراها. أليسون خارجة من الحمام وبسبب سحر الشيطانة أليسون مش شايفاهم ولا سمعاهم. الشيطانة بتقرا إن أليسون بتحب الرجالة الحساسة والعاطفية، وهم قاعدين قدامها في المكان الغلط. إليوت وقتها بيتمنى إنه يكون أكتر راجل حساس وعاطفي على وجه الأرض عشان تحبه أليسون. الأمنية التانية لإليوت اتحققت وهو هنا على الشاطئ مع أليسون وقت الغروب والدنيا رومانسية وجميلة. إليوت بيتعامل بطريقة سوما العاشق الحساس، وهو على وشك إنه يبوسها الشيطانة بترخم وتهوهو عليهم. إليوت بيقول لها أشعار بطريقته الحساسة وهي عايزة تقول له حاجة وهو بيقاطعها. بيحضر 3 شباب بيرخموا ويحدفوا الرمل عليهم، وإليوت برقة كده بيقول لهم لو سمحتم سيبونا في حالنا. الشباب تجاهلوه وطلبوا من أليسون إنها تروح معاهم وبيعزموها على مشروب. أليسون وافقت، وقبل ما تروح معاهم بتقول لإليوت أنت حساس قوي وطارف نفسك كده، وهي ما بتحبش ده، وإنها بتحب الراجل يكون قوي. فحصرت أمل وعلى غروب الشمس إليوت بيطلب 3 ستات وهو بيبكي، وبيرجع بعدها يقابل الشيطانة ويتضايق عليها. الشيطانة بتزعل وبتقول له محدش بيقدر مجهودها. إليوت بيواسيها وبيطلب أمنيته الثالثة، إنه يكون شاب ضخم رجولي ومحترف. بيتمنى يكون لاعب كرة سلة كبير. هنا في ملعب كرة السلة بيلاقي نفسه لاعب ضخم، لاعب كبير ومشهور ومحطم كل الأرقام القياسية، والشيطانة موجودة وبتشجعه. بعد ما خلص اللعب في مقابلة تلفزيونية بتتم معاه، وهو مش فاهم معظم أسئلة المذيع، وبنعرف إنه غبي جدا. بعدها في غرفة الملابس أليسون شغالة مذيعة وجات له عشان تطلب معاه مقابلة حصرية، ومن الواضح إنها معجبة بيه جدا وبتعبر له بكده في كلامها.
إليوت بيعزمها على العشاء وبتوافق من غير تفكير، لكنها بتعيد التفكير لما إليوت وقع الفوطة بالغلط وبيتفاجئ بحجم رجله الصغير، وهي كمان بتتفاجئ وبتعتذر وتمشي. إليوت اتضايق جدا وعرف إن الشيطانة عملتها معاه وطلع الجهاز، وعشان هو غبي مش قادر يحفظ حتى الرقم. رجع للشيطانة وبيقابلها في مستشفى وهي بتحط حلويات للمرضى مكان الأدوية. بيطلب منها أمنيته الرابعة وهي إنه يكون ذكي ووسيم ومحبوب من الجميع. بعدها بيوصل لحفل سنوي كبير الكل بيقدره وبيحترم رواياته. إليسون بتحضر وبتعبر له عن حبها لكتبه وكتاباته، وبيقضوا وقت لطيف بيتكلموا فيه كتير مع بعض. بعدها إليوت بياخدها على شقته، لكن هنا بيتفاجئ إن مراته مستنياه. إليوت طلع شاذ، وعشان هو مش متقبل ده بيبوس أليسون بوسة كبيرة عشان يثبت لها إنه راجل عادي. إليسون بتودعه وهو اتضايق وعرف إن الشيطانة عملتها معاه تاني، وبعدها طلع الجهاز وضرب الرقم. المرة دي هو عايز يعمل حاجة تخدم الناس كلها، وبيطلب في أمنيته الخامسة إنه يكون رئيس الولايات المتحدة. الشيطانة بتحقق له أمنيته وبتخليه إبراهيم لينكولن رئيس الولايات المتحدة. لا وإيه، في أحداث وقت اغتياله. بعد الاحتفال وبيحاول إنه يمشي، لكن رجالته باعوه ومش عارف يتحرك، وهو على وشك إنه يتضرب بالنار بيضرب 3 ستات. بيرجع شركته وبتظهر له الشيطانة على شاشة الكمبيوتر وبتقول له أنت كده يا حبيبي فاضل لك أمنية واحدة، لأن أمنيتك البيج ماك من ماكدونالدز محسوبة. إليوت اتضايق جدا من ثغرات الشيطانة اللي بتعملها معاه. راح على الكنيسة عشان يشتكي للكاهن من اللي بيحصل معاه. الكاهن بيقول له قول لي اللي عندك. إليوت حكى له كل حاجة حصلت معاه. الكاهن بيطلب له الشرطة وبياخدوه على المركز وبيحاول يشرح لهم اللي حصل، لكن من الواضح إنهم مش مصدقينه وبيأمروا بحجزه، والشيطانة هي اللي بتاخده عشان تحجزه. وقبل ما تحطه في القفص بتقول له إنه لازم يستخدم أمنيته السابعة والأخيرة. إليوت اتحجز مع سجين تاني جوه الزنزانة، وهو بيفضفض وبيقول له إنه باع روحه للشيطان. الراجل بيبتسم وبيقول له إن كل روح فينا هي راجعة لله، وإن الشيطان بيحاول يضلنا في حياتنا، ولو فتحت قلبك وعقلك لله ربنا هيقبلك ويرشدك. بعد كلامه المريح وابتسامته إليوت بيقول له أنت مين؟ الشاب بيرد ويقول له اعتبرني صديق صالح. إليوت قعد الليل كله يفكر في الكلام. خرج من الحبس تاني يوم الصبح وبيروح على نادي الشيطان. الشيطانة بتاخده على مكتبها، وهنا بيقول لها إنه مش هيستخدم أمنيته الأخيرة. الشيطانة بتقول له مش بمزاجك، لأن عقدك مرتبط بوقت كمان. إليوت مصر على موقفه، بيقول لها إنه مش عايز ياخد كل حاجة بمجرد التمني، لأنه اتعلم إن المتعة في رحلة الوصول مش لما نوصل. الشيطانة بتتضايق في الوقت ده وبتكشف عن شكلها الشيطاني الحقيقي، وبتطلب منه إنه يتمنى أمنيته الأخيرة أو هتقتله. إليوت وهو خايف بيتمنى الخير لأليسون وتكون حياتها سعيدة. الشيطانة في خيبة أمل وحسرة بتسيب إليوت ويفوق بعدها في مبنى كبير. الشيطانة بتقول له خبر حلو، هي إن روحه خلاص في أمان، لأن رغبة خير واحدة للغير من غير أنانية لنفسك تقدر إنها تبطل العقد. إليوت ما كانش يعرف الكلام ده لأنه ما قراش العقد مع الشيطان أصلا، وبيحتفل ومبسوط. الشيطانة بتقول له إن الجنة والنار موجودين على الأرض وإحنا اللي بنختار طريقنا. إليوت بيودع الشيطانة وبيروح على الشغل، وأخيرا وقف أليسون واتكلم معاها بكل ثقة، لكن المرة دي بشكل حقيقي، وطلب منها تخرج معاه بعد الشغل. لكن لحظه الوحش أليسون بترد إنها عندها حبيب وبترفضه بالشياكة. إليوت برضه اتغير وبقى ناضج إنه تقبل الكلام ده عادي. في الشغل أصحابه بيتريقوا عليه كالعادة، بيمسك واحد فيهم ويخوفه ويقول لهم اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. بيخلص يوم شغله وبيرجع على البيت، وبيتفاجئ بجارته الجديدة اللي شبه أليسون بالظبط، اسمها نيكول، وتقريبا أعجبت بيه. إليوت بيساعدها وبعدها بدأوا يخرجوا مع بعض، وهم بيستمتعوا بوقتهم. بنشوف الشيطانة بتلعب شطرنج مع الصاحب الصالح، والشيطان بيخون في اللعب كعادته في الحياة. شكرا على المشاهدة، أشوفكم مع فيلم جديد.